اهلا وسهلا الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد وفيديو جديد اختي على القناه ديالي. الناس القدام مرحبا الف مرحبا، والناس اللي عاد دخلوا جد ويلكم. جيت ندير لكم لا فيديو هنا باش نبدل لكم النظره ديال العين. بالي. المهم الغزاله ديالي في هذا الفيديو هذا غنعطيكم نصائح وغنعطيكم حتى غنوريكم شي حاجه خديتها. اول حاجه بغيت نقولها لكم وديما نوصيكم عليها، تعلموا وليداتكم النقاء والنظافه. النظافه حيت النظافه من الايمان. الله سبحانه وتعالى عطينا الماء باش نكونوا نقيين وتكون ريحتنا زوينه. الوغ انا بحكم عندي مراهق، ملي كنقولوا 18 سنه فولد مراهق. انا مني ولدي عنده 14 سنه، يعني بدا في يعني مرحله البلوغ. ديما كنت مضاربه معاه على على 3 ديال الحوايج: على الدوش، على سنانو، على ريحه العرق اللي كتكون. كنعرفوا الوليدات ملي عاد يلاه كيبداو يبلغوا هذا فكتكون فيهم ريحه العرق مجهده، ما نقولش لكم اللي ما تستحملوهاش، وهي قله القليل وعيب. فانا ولدي مني عنده 13 14 سنه وانا كنتحارب معاه لدرجه كنوقف عليه، كنبدا نفيق فيه، كنمشي معاه ديريكت للطواليت حاشاكم. كنقول له سينيال اغسل سنانك. اول حاجه تفيق هي تغسل سنانك، حيت راكم عارفين بلا ما نقول لكم. تاني حاجه كنقولوا الدوش ثم الدوش. ثالث حاجه ريحه العرق، راه شي حاجه اللي ما كيتقبلها حتى شي حد، وكتدل على العفن وعلى الوسخ وعلى الخنز. وديما ولدي كنت كنشوف وراكم نتوما، كنت كنقول لي عفوا وراكم كتشوفوا ولدي يعني انيق تبارك الله كيلبس كي ما نقولش لكم غير الحلاق راه كيمشي عنده 3 المرات في السيمانه. اقسم بالله العلي العظيم الى الحلاق كيمشي عنده 3 المرات في السيمانه. كنعرفوا ان الرجال اولا الدراري مره في السيمانه كيمشي، اولا اللي عنده الطوندوز كيقاد داكشي بوحديته. وليد الحمد لله داكشي اللي كبرت فيه واللي ربيت فيه عطى نتيجه. فالدوش الحمد لله كيدوش نهار ايه ونهار لا. هذه في الايامات العاديه اولا البرد. راه عارفين الصيف الناس راه كتقدر تدوش حتى ل3 المرات في النهار. انا واحد الانسانه شخصيا اللي مبليه بشي حاجه سميتها الدوش. اول حاجه برج الحوت برج السمك، كنحماق على شي حاجه سميتها الماء. بعض المرات كتخوى ليا البوطه وكندوش بالماء بارد، واخا كيكون البرد ولفت ما عنديش مشكل. عندي مره في السيمانه ضروري واوبليجي خصني نمشي للحمام، ندير حمام مغربي. المهم ندير الكلوص لحقاش دايره هاد الغوز فوشيا، هاد المات كينشف ليا فمي. المهم العده كلها حدايا. دابا اللي شافني ماكيه بحال هكا يقول لك غادا لشي بلاصه، انا اقسم بالله ما غادا لشي بلاصه، غير في داري. كما قلت لكم النظافه ثم النظافه. علاش ما عودتوا وليداتكم علاش ما غادي نديو؟ بالنسبه لايه مني كانت عندها 8 سنين 7 سنين كيقولوا لي خليها تدخل، مني تدخل حاشاكم للطواليت توضب بوحدها. هذه كانت عندي انتيردي حتى دارت بنتي، يعني حتى لهذا العام هذا عاد وريتها. ومع ذلك ضروري ما كندير كونترول. بالنسبه للدوش ما كنخليهاش تدوش الراس، يعني كنخليها تدوش راسها بالحق شعرها. كنعطيها الشامبوان، كنقول لها ديري كوش ديال الشامبوان باش تعلم وداكشي، وتقسم شعرها على جوج وتغسلو بالبروصه. وهذا مي كنعاود ندخل من وراها كنعاود لها كوش ولا 2 كوش، وكنعاود نمشط لها شعرها مزيان، وكنوريها كيفاش تنقي حاشاكم جنابها. راكم عارفين بلا ما نشرح لكم لي ديتاي ديال لي ديتاي. هكا كيكبروا وليداتكم نقيين وكيكبروا في النقا، وكيكبروا مولفين على النقا، مولفين على شي حاجه سميتها الدوش، مولفين على شي حاجه سميتها الرويح. المهم على ذكر هذا الشيء كما كتشوفوا في الدخله ديال الباب عندي هنايا هاد الرخامه هذه. المهم شوفوا اشنو دايره فيها، نقرب لكم. هذه الريحه ديالي، هذه ريحه وليد، هذه ريحه وليد، هذه ريحه ايه. حتى الريحه ديال اللي كان جاب ليها رضا في لانيفرسير ديال الوالد راه تهرست ليها. وعندي هاد جوج ديال ديال المسك. كنعرفوا ان ريحه المسك اقسم بالله الا كتغنيكم على اي بارفا واخا ما عرفت شحال تكون دايره. المهم هاد القريعه اللي كتشوفوا فيها غير شويه هذا عطاتو ليا مريم ديال السعوديه، وهذا كان جابتو ليا تسيهم اختي مني كانت في العمره. المهم كيما شفتوا دايراهم في الدخله ديال الباب. المهم هذا البخور كنطلقو كل صباح باش كتبقى ريحه الدار مهويه وريحه الدار نقيه وفيها ريحه البخور وريحه زوينه. كيما شفتوا معايا هادشي دايره في الدخله ديال الباب. يعني اين فوا نبغي نخرج انا ولا بنتي تكون غادا للمدرسه ولا ولدي، ضروري ما خصهم يخرجوا بريحه زوينه.
انا ما تنعيبش على الناس اللي ما تيديروش الريحه، حيت كاينين بزاف ديال الناس ما تيبغيوش الريحه. انا جو سوي كونطخ مع هاد الناس لحقاش الريحه تنقولوا حرام، ولكن اختي راه شنقول لك، راه كاينين بعض النساء اللي الله يسمح ليا الله يسمح ليا اللي ما يمكنش كتكون فيهم ريحه العرق اللي مجهده و اش غنقول لكم. وكاين حتى الدراري كيف كنقول لولدي، كنقول له شوف ما بقاتش في الزين، راه الولد يكون زوين، يكون بوغوس، يكون انيق، يكون لباس، يكون بخدمته، يكون بفلوسه، مي الا كان فيه هاد الحوايج الخايبين مثلا ريحه العراق او لا هذا او لا هذا او لا هذا، فراه ما كيفالي والو او لا ما كيساوي والو. كذا ولا كذا. ومثال البنت، كنشوفوا البنت كتشقشق اختي الزين ولا طاي والفورمه والماكياج والشعر وما نقولش لك، ولكن اختي كتكون فيها شي ريحه اللي ماشي هي هذيك. فماشي عيب ريحه السنان او لا ريحه الشعر او لا ريحه، مي العيب انك ما تعالجيش. الو غندخل معكم اشنو بغيت نبارطاجي معكم. المهم خديت هاد الباندات عجبوني في الفيولي يا اختي، هاد الايامات جاتني على الفيولي. خديت هاد هذا، وخديت هاد الماسك ديال الرجلين. شوفوا البنات، انا رجليا في الصيف كياكلوا الدق، علاش؟ كندير لهم كريمات، كنغسلهم يوميا، كنحكهم بالحجره، كندير كريم، ولكن اين فوا كندير التقاشر كيسخنوا عليا كنحيدهم، فما كيستافدش، ما كنستافدش منهم. مي دابا مني البرد ضروري التقيشرات، فضروري كندير لهم هذا الكريم صراحه زوين. عوضني على داك الحمر اللي كنت شاركته معكم ديال الجليسيريد يا ربي نكون قلتها هي هذيك، حيت بعض المرات اللسان كيتقرد ليا. كما قلت لكم زوين باش كيحيد لكم التشققات، وكيكونوا عندكم رجيلات رطيط بين غوزيين فنين ونتاويين كما تنقولوا. خديت هذا. المهم هذا الكريم هذا ديال اليدين راه ديجا بارطاجيته معكم، ديال دوف. صراحه واحد الريحه فيه ما نقولش لكم، انا اي حاجه فيها الريحه زوينه كتحمقني وكتهبلني. خديت هذا الايلاينر البنات، واخا عندي واحد القلم ديال بورجوا زوين ضد الماء. خديت هذا القلم اللي هو فلتر، هو اللي دايره دابا حاليا فوق عينيا كما كتشوفوا صراحه. المهم ديباناج وصافي. وخديت معايا البنات الحاجه اللي ضروري عندك السبايغ وعندك هادو ما تيخطاونيش، فوق ما تنخرج تناخذ باكيه. راه يونس خويا راه عارفني مول المكياج. وهاد السبايغ راه ما نقولش لكم اي لون كناخذو كنعاود ناخذ من وراه شي لون اخر، ضروري ضروري ضروري. اشنو خديت البنات؟ خديت اختي السليبات. عندكم تعيبوا لي على السليبات اختي ديالي. المهم خديت سليبات. شوفوا كاع اللي كيلبس ابيض كيدل على النظافه. المهم خديت هاد السليبات هادو كما كتشوفوا، عادي السليبات تقولوا لي عيب ولا ما، المهم اختي عادي ديال القطن. المهم هكا كما كتشوفوا اللوح عليا الهي. غندخل معكم في صلب الموضوع. والموضوع ديالي اليوم من بعد ما درت لكم هاد البلا بلا 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 هاد الماسك البنات اللي ديجا بارطاجيت معكم الخضر ديالو. الصراحه الخضر ديالو هو اللي كنستعمل، هو اللي كندير، هو اللي كيعطيني واحد النتيجه واعره. اش نقول لكم؟ شوفوا، اول حاجه كبير يعني عائلي بالنسبه لي، انا وبنتي تندوشو بزاف، خصنا فحال هذا، ما خصنيش انا واحد اللي صغير. وهذا لا مارك، ديروا لو سكرين، خذوه في الخضر اولا في الموف اولا في الغوز. المهم اللي مجربه انايا وديجا كنستعمله هو الخضر، وديجا بارطاجيته معكم. مي مني ما لقيتوش، ما يمكنش ليا انا ندوش وما نديرش الماسك لشعري. فخديت هذا الفيولي هذا، ما نقولش لكم واحد الريحه فيه واعره 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 واعره. فالبنات بغيت نقول لكم واحد القضيه بالنسبه للشامبوان. اي شامبوان يمكن لك تغسلي به. شوفي اختي، الشامبوان كيبقى غير ما ديوش على لومبالاج ولا لا مارك ديال الشامبوان ولا الريحه ديالو ولا. جربت جميع الشامبوانات كلهم بحال بحال، كلهم بحال بحال. واخا غالي، واخا كتاخدي لاكام ديال حمام زيت، بديل زيت، ماسك دي ميلور. شوفي اختي، ها اللي كنستعمل انايا كادوم معروف، عشنا كبرنا به، غسلنا به تبارك الله شعرنا. ما نقولش لكم الشعر عند والدينا كي كان. فهذا راه قلت لكم اختي كانت خدامه في الشركه ديالو اللي هو اللي فريمون كيديروا فيه البيض ديال بصح. المهم كناخذ هذا ديال الغسول وديال البيض. صراحه كادوم جيم بوكو، كيعجبني كيحمقني. بقاوش ديال شامبوان ديال الساف ولا ديال مع، المهم بدون ذكر الاسماء، راهم زوينين بالنسبه للثمن ديالهم غالي، راهم زوينين. لا اختي ها هما
ها هو اللي كندير انا وبنتي، وراكم شفتوا شعري تبارك الله. بعض المرات راه ما كندير له لا بروشينغ لا توشينغ لا حتى شي حاجه، كنغسلو كندير الماسك كيخرج مسبسب. المهم هذا ما كان اللي بغيت نقول لكم البنات. ليسونسيال من هذا الشيء كامل بحكم انني كنت خدامه في الصالون وكيجيو عندي البنات وعيالات ومتزوجات، وما نقولش لكم كاينه شي وحده اللي كتبداي تخدمي لها في الشعر ديالها كتطلع واحد الدخان، واحد الريحه خانزه، واحد الزفوريه، واحد الزيته في الشعر اين فوا كتبداي تعطي البسوشوار السخونيه. فاللي بغيت نقول لكم كاين العلاج ديال هذا الشيء. كاينين شي بنات مساكن اللي ملي تتغسل الشعر ديالها الغد ليه الفروه ديال الشعر اولا الجدر ديال الشعر تتكون دهنيه، تتفرز واحد الدهنيات. هذا تيكون من الهرمونات، تيكون من بزاف ديال الحوايج. ولكن البنات راه خصكم تعالجوا هذا الشيء، حيت ريحه الشعر راه عيب عيب عيب. تكوني مرا مزوجه اولا ما مزوجاش كاع وتكون فيك ريحه الشعر اولا ريحه الزغبه ديال شعرك اولا ريحه راسك مسنن. اختي خدي شامبوان، ديري ديميلور اولا ماسك اللي كتكون الريحه ديالو زوينه، اوكي، وعالجي. ما غنقولش لك انا سيري البارافارماسي، ممكن انت ما يكونش عندك الماديات باش تمشي للبارافارماسي اولا تمشي تلتجئي لشي مركز اللي علاجه الفروه ديال الشعر. فانا كنقول لك اختي خودي غير الزعتر اللي هو الطبيعي، الزعتر، الخزامه، القرنفل، تبخي هاد ثلاثه الحوايج هادو وصفيهم وديريهم في واحد البخاخ ورشي غير الفروه ديال الراس. اول حاجه الا كانت فيك القشره ما تتبقاش، الا كانت الفروه ديال الراس ديالك اولا الجلده ديال الراس ديالك كتعقرك كتضرك سونسيبل حساسه راه ما تتبقاش. الا كانتي فرز الدهنيات كما تنقول لكم الزغبه يعني الفروه ديال الراس يعني واخا تكون يلاه ماشيه للحمام الغد ليه كيصبح شعرك ميدم فكينشف لك. الا بغيتي ما ديريش هاد ثلاثه غتكتفي غير بالزعتر وجربوها البنات اقسم بالله الا كنصح بها بزاف الناس وكيشكروني عليها. الا كانت عندك اختي الزغبه دهنيه وكتفرز لك افرازات دهنيه وديك الدهنيات كتولي ريحتها خايبه عيب وقله قله القليل. انا بالنسبه لي انا اقسم بالله الا شعري جامي تشموا فيه شي ريحه ماشي كنشكر راسي اقسم بالله العظيم. علاش؟ اول حاجه ما عنديش الفروه ديال الراس ديالي اللي مريضه حيت كندير الدوايات، ما عنديش فروه ديال الراس اللي كتفرز الدهنيات يعني الزغبه ديالي اولا ماشي دهنيه يعني ناشفه زوينه ناتوريل طبيعيه. كنقدر الا دوشت ندير له غير السيروم كتبقى ريحته حتى كنعاود ندوش كتبقى ريحته زوينه. اوكي يعني اختي ديري الزعتر، تبخيه ديريه في واحد البخاخ، بقاي يوميا. اول حاجه الزعتر ما فيهش شي ريحه اللي خايبه، مثلا الا كنتي خدامه في شي سوسيتي ولا شي بلاصه اللي غتقولي غادي نشموا فيا الريحه ولا لا، ريحه الزعتر تتبقى ريحه زوينه، ريحه القرنفل تتبقى ريحه زوينه، ريحه واخا تكوني كتصبغي واخا تكوني كديري لاميش واخا تكوني انا كنصبغ كندير لاميش وكندير اختي هذا الشيء كامل. المهم نصيحتي للبنات كاينين ثاني شي بنات مساكن اللي كيعانيو من الريحه ديال العرق وكياخذوا لي ديدوغو وكياخذوا بزاف ديال الحوايج وما كديرش معاهم نتيجه. كاينين اختي وصفات في اليوتيوب طبيعيه كديري الشبه كتخلطها مع المسك مع بزاف ديال الحوايج وكديريها لهاد المنطقه هذه. انا ماشي كنعيب اولا كنهضر في الناس اللي فيهم هاد العيوب هادو، مي كنقول لكم عالجوا. كاين العلاج، الله عطانا الماء عطانا لي برودوي عطانا بزاف ديال الحوايج باش تكوني انيقه وتكوني زوينه وتكون ريحتك زوينه. الله جميل يحب الجمال. اوكي هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا. المهم انا البنات اختي شوف اختي ناخذ ليا الفيتامين سي، الفيتامين سي شوفوا البنات اقسم بالله العلي العظيم انا من قديم من نهار عقلت على راسي تنبغي نشوف في المغواغ نشوف في المرايه كنبغي راسي يعجبني حيت المراه انوثه اناقه اختي نوضي مع الصباح ديري الشغل ديال الدار. بالنسبه لشحال واحد الجاره تتسولني تتقول لي كريمه واش هاد الضفران تتعرفي تشقاي بهم؟ اختي اللي تتعرف تشقى راه تتشقى واللي معفونه راه بلا ضفران معفونه. انا راكم تتشوفوا داري تتشوفوا فراشي تتشوفوا كوزينتي تتشوفوا بلاكاراتي تتشوفوا بيت النعاس ديالي كلشي تبارك الله مقاد واخا الدويره على قد الحال ما كاينش شي ديكوراسيون ما كاينش شي صلاح واو 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 مي الحمد لله راه يكون عندك غير بيت
وتنقيه وترجعيه بحال الجنه. فانا كنبغي نقول لك اختي ملي تفيقي مع الصباح ديري الروتين ديالك عادي كاي امراه، ولكن النقطه اللي انسيستي عليها ما تنسيش راسك، حيت الا نسيتي راسك راه اش غنقول لك راه كلشي ضاع. المهم البيرسينغ اللي كنت بارطاجيت معكم في واحد ستوري راه ما بقيتش دايره، درت هذه اللي فيها البوله. المهم حتى هذه ذهب صراحه عجباتني هذه على ديك الاخرى اللي فحال هذا الشكل هذا. وهذا مكان الغزلات ديالي. المراه ديما خصها تكون انيقه، تكوني زوينه، تكوني تشوفي راسك في المرايه يعجبك راسك، تعطي الطاقه الايجابيه لراسك، يكونوا الهرمونات ديال اختي ديال شوفي ملي كتكوني عاطيه لراسك وقت ولو اختي غير 15 دقائق غدوشي فيها، غديري فيها ماكياج، غديري فيها كلشي كلشي كلشي. يا شوفي انا هذه بليه فيا ويا ربي تخليها فيا. حين شوفي نقول لك واحد القضيه، الا كانت المراه ما كتعتنيش براسها اختي سيرتو هذوك تيقتلوني اللي تيتزوجوا تيولدوا صافي وتيهملوا ريوسهم وتتهمل راسها وتتقول لك انا لا عندي الوليدات الصغار انا لا. اختي كاع تزوجنا كاع ولدنا كاع اختي ربينا الولاد كاع ما نقولش ليكم، ولكن راه ما خصكش تنساي راسك. المهم ريحه المسك غزاله. من هنا كنبغي نقول لكم الغزالات ديالي تهلاو ليا في ريوسكم، كوني اختي انيقه، كوني زوينه في عينين راسك ماشي في عينين خطيبك ولا صاحبك ولا راجلك. المهم من هنا كنبغي نعطيكم بيزو كبيره الناس اللي كتبغيني، والى الفيديو الجاي ان شاء الله.